متحرش يبقى متحرش حتى ايه؟ نسيتها. مش هتكلم عن اشخاص. ما نفسي مره نكمل الحلقه بجد. ايه اللي بهبهنا ليه؟ ايه اللي محمد بيه؟ معلش رجال اعمال. يا كاني بيه، لا يا حماده بيه، محمد بيه. مش اسمه محمد؟ يا محمد بيه. ايوه كده. في موضوع مستفزني بصراحه. مش هتكلم عن اشخاص. ما نفسي مره نكمل الحلقه بجد. انا هتكلم بجد، مش جواب بالضحك بتاعه، ما اعرفش انا بقى عليه اصلا، بس ماشي. انا هتكلم بجد. ما احنا ما بنتكلم بجد لازم ما الضحك لناش جاي كده. حتى بروح العزم استغفر الله لازم بنضحكوا برضه، ما اعرفش ليه ما يعني. ينفعش نروحوا عزا مع بعض. خالص. ولا روح انت ولا بنمشي كلمنا بروح انا. مش هتكلم عن اشخاص، ماليش دعوه بحد، تمام؟ عشان انا ما شفتش الفيديوهات ديت كامله يعني، او ما شفتهاش كلها عامه. وما شفناش الفيديو من البدايه اصلا كان بيتكلم عن ايه، تمام؟ او مين اللي غلطان ومين مش غلطان. اللي هو الموضوع في الاتوبيس ماليش دعوه باشخاص دلوقتي، انا بتكلم كموقف، تمام؟ وفي موضوع اللي هو بتاع البت بتاعت الاتوبيس اللي هو كان بيتحرش بيها، والموضوع التاني في المقابل اللي هو الهندي اللي جه مصر دوت، كان في اسكندريه متهيألي. شفته؟ شفت حته منه. انا ما شفتوش خالص، بس بتكلم برضه عن مجمل الناس. انت فاهم الحاجه تيجي ترند تلاقي كل شويه قدامك الفيديو يعني، او عامه قطع مقاطع منه كده. مستفزني ايه في الموضوع، وده ممكن يعمل اثاره احنا جدل. ممكن نخليها حاجه ثانيه احلى. نسال محمد كده نقول له سؤال محمد وللساده الجماهير والمشاهدين دلوقتي: ليه البنات لما يجي واحد بيسالك على حاجه ولا بيتكلم عادي وانت تبص تلاقيه مش جاي معاكي سكه او كده بقى متحرش، ولو جه شخص شيك بقى ولابس وبرفان والدنيا حلوه جاي على هواكي بمعنى اصح حلو بقى دوت كده غزل، واللي هي ده راجل. كانت في مقوله زمان سمعتها، بس يعني كنت بشوف منها مقتطفات صغيره كده، يعني ايه الجمله وشرحها، فاهم انت؟ في موقف او حاجه زي كده. فدلوقتي لما حصل الترندين دول، هم اثبتوا 100% المقوله ديت اللي هي ايه؟ المتحرش يبقى متحرش حتى ايه؟ نسيتها. نسيتها. بالعكس يا بس انا التحرش يبقى تحرش حتى ياتي الشخص المناسب. تمام. فهو الفيديو الموقفين ماليش دعوه بالاشخاص دلوقتي، انا بتكلم كموقفين لان الحاجات ديت شفنا منها كتير على فكره. تمام، سواء على النت او في الواقع. بيبقى شخص فعلا ممكن يكون، مش بتكلم كشكل ده، بتكلم كمظهر، ممكن هو اصلا مظهره يعني كويس لابس حلو، بس مش جاي على هواك. بالظبط، مش جاي على هوا البنت. فمثلا ممكن يسالها سؤال عادي، يعني مثلا انا كمثال في اسكندريه رحت القاهره، فبالصدفه قدامي حد بساله اركب مش عارف ايه منين او اعمل ايه منين، تمام؟ ممكن تبص لك من فوق لتحت كده، انت انا بسالك سؤال والله عادي، مش بدأ كلام معاكي، مش بجرب معاكي حاجه، فانت اللي قدامي انا عايز اروح مكان تايه وانا ما لقيتش قدامك غيري مثلا يعني. ما برضك عشان في ناس مستفزه في الشباب، ايه ما انت قدامك قهوه مثلا ولا قدامك محل ما تروح تساله. مثلا فاهم؟ لا انت شخص يعني، احنا لما رحنا القاهره كنا تايهين بنتنشى على حد. القاهره دول ربنا مش عايزين نتكلم يعني. بس هم معروف عنهم انه محدش منهم بيريح حد. بس ليه انا دلوقتي جاي بسالك على مكان ويبقى ممكن المكان دوت في الشارع اللي ورا او اعدي الطريق تقول لي اركب روكسي وبعد كده راح جاي رايح الهرم تديني الجيزه في الاخر تنزل الفيوم وبعد كده ترجع اسكندريه تاني هتجيب كيلو عريسه عند ابراهيم الغفير وترجع القاهره تسال بقى هناك عشان انا مش عارف المكان. ليه يا عم تدوخني السواق ده؟ لا فعلا. انت تعرف ظروف برضك اللي بيسال دوت ولا اللي تايه معاه فلوس للمواصلات يركب تاني يعني ولا لا؟ ولا هو عايز يلحق وقت اصلا رايح مصلحه حكوميه ولا راح يقضي ايا كان المشوار ولا المصلحه اللي هو عايز يعملها؟ ليه يا عم تسوحه اللي انت عشان تبقى بين اللي انت. والمشكله دي فكره مفيش منك يعني. فكره عن الكهربائيه كلهم بصراحه، او 99% منهم، لان لما انا رحت كذا مره هناك غير المره اللي احنا رحناها سوا، ما حدش منهم بيفيد معنى الكلمه. يعني مثلا احنا في السيوف اهو، في اسكندريه في السيوف الكارفور جنبنا، تمام؟ انت لو حد غريب في الكارفور، احنا كاسكندرانيه اهو اتمشى الحته دي 3 دقايق، يا اما مشروع ب 5 جنيه ب 2 جنيه 3 جنيه هينزلك قدامك. عاوز اطلع على البحر، اطلع من هنا والله تاخد الشارع دوت طوالي مثلا، هتاخد تركب على المشروع من هنا. هم مش كده بقى، انت مثلا بتاع وراك اهو، لا اركب العوايد، اركب العوايد مع عوايد، اركب انزل سيدي بيش، وسيدي بيش هنزلك ما اعرفش ايه، واركب الساعه وتبقى عندي على الساعه هنزلك البحر بقى. ايه طب ليه؟ انا مش فاهم القصه. المهم نرجع لموضوعنا اللي هو كان ايه عشان نسيت. البنات ليه البنات لما كان واحد مثلا جاي بيسالك على حاجه
فاهم؟ او بيعاكس، ممكن يكون بيعاكس، بس احنا بنقول بيسال، احنا بنفترض ان النية خير. مثلا. واحد جاي بيسالك على حاجه، انت بقى بتبصي له هو كده بتقيميه ايوه بقى. عندنا الظرف عشان برضه ما يفهموش حته اللي هو بيرخم، هو الظرف لان احنا والله ده موقف حصل معانا. كنا في القاهره وكنا بنتنشأ على حتى طفل قد كده نساله ركب منين او نعمل منين. فممكن نلاقي شاب نساله، واحده نسالها بتاع الكلام ده، هو فاهم ان هو كان بيجاوبنا وطبعا كلهم غلط. وفي بغض النظر غلط صح، أنا بتكلم كموقف دلوقتي تمام. سالتك او انت سالتيني او ما الى ذلك او ايا يكن، انا عايز بس مساعده تمام، او بسالك حتى الساعه كام، لان ممكن تكون مثلا انفصل مني كمثال، ومعيش ما حدش يقول الساعه، انا مش بقول الساعه. فمثلا بسال حد على حاجه وعلى الصدفه طلعت انت قدامي، لقيت تحسب الموضوع تبصين من فوق لتحت واكن انا متحرش. لا مش متحرش. ويجي واحد تاني جاي على هواها مثلا كمثال بقى، الولا ايا يكن بقى شكله عامل ازاي ولا عامل شعره ازاي والكلام دوت، فالضحكه بقى على طول تمام. وتعمل له كده الحته اللي هي مش عارف ايه. الساعه يعني الساعه ما اعرفش كذا، الساعه 0:12. الساعه هو 0:12. سعيد. ايه يا ست الكل، في ايه؟ مش كده خالص. فهو بقى نتكلم عن الفيديوهين اللي كانوا بيحصلوا دلوقتي. الولد في ما اعرفش ايه البدايه ايه، مش بتكلم برضو كموقف عشان مش فاهم البدايه في الفيديوهين. بس الولد في الاتوبيس كانت بتصور متحرش وبعد كده حرامي وبتاع هو ما عملش حاجه. يعني مش بتكلم بقى عليهم هم، مالناش دعوه بيهم، انا بتكلم كموقف تمام، سواء عمل او ما عملش. الولد شكله شقيان وبتاع، بس بغض النظر ممكن مش جاي معاها سكه او مش نفس المود بتاعها، مش نفس الستايل بتاعها تمام، بغض النظر هي لابسه ايه وعامله ايه مش بتاعتنا. ونفس هو الموقف او انيل كمان، البنت اللي هي في اسكندريه ديت برضه ماليش دعوه باشخاص، مش بتكلم عليها ما اعرفهاش تمام. يا عم هقول لك على حاجه عشان برضه كده ما نبقاش اصلا. يا عم احنا ماشيين هنا على البحر، وانت جيت ماشي على رجلك وبتسال واحد او واحده، خلينا نسال واحد، انا عايز اروح المكان الفلاني. والله هتقولي لي ما اعرفش ايه، خلاص. يا ما اعرفش ايه المركب مثلا ما تقوليش بقى متحرش مش عارف ايه. ما احنا لا ده هنا الحته دي بس بتكلم الكلام ده في حين بقى لو واحد راكب عربيه وجه يسالك، تعالى اوصلك ده على طريق. ما عشان ايه؟ عشان انا واقف. لا مش كل البنات، مش كل البنات، انا بتكلم، انا بقول لك مثلا في الفئه اللي هي شائعه الايام ديت اللي هم عاملين. انا بتكلم على اسكندريه، احنا هنا في اسكندريه بالظبط. لانهم كلهم بلدي وجدعان، وهم مفيش الكلام دوت اصلا هنا يعني. بس هو القاهره بقى مثلا لا هو في كل مكان الوحش حتة. والحلو تمام، سواء احنا اسكندريه القاهره ايا يكن. بس انا بتكلم كموقف اللي هو ايه يا محمد، اللي هو محمد هو بره ان هو الشخص دوت هندي تمام، مثلا سالك على حاجه او قال لك مش عارف ايه وبتاع، ليه انت كبنت، مش بتكلم عن بنت نفسها مش دعوه بيها، قضيتي معاه اليوم ومعيش في الكلمه، كان ظاهر في صور سكرين شوت مش ماسكها كده وعدي السكه واللي هو بيهزر وبيهق عليها، واللي فهمته اللي هو بعت لاصحابه ان البنات مصر مش عارف رخيصه وبتاع، مش قصتنا. ايوه مش قصتنا. هم بيوصلوا يا جدعان، لازم تفهموا عشان احنا برضه كده. النبي ده هيوصل لبلده البنات كده شبه حوارات التيك توك والرقص والكلام دوت. الناس كلها بره فكرت ايه، اللي بنات مصر وستات مصر كلها شغاله هق ومق ورقصات وكباريات واحنا عندنا ناس محترمين قوي بره مصر حتى من العرب، يعني بيقول لك مصر كلها رقاصين او رقصات. ايوه يا عم، كل دوت من اللي هم شايفينه في التيك توك والزفت والقرف دوت. للاسف هو اللي طالع بره حاجه وحشه. فاهم؟ هنا بقى تعالى بقى نخش الموقف اللي حصل في اسكندريه والولد الهندي دوت. عارف بقى كله يقول لك ايه يا عم، دي بتنشط السياحه، دي انتوا بتتكلموا ازاي؟ مش عارف ايه، واشتغلت مرشده مش عارف ايه ده يعني، ماشي مرشده في ايه؟ هو جاي، ما هو بيمشي على الموبايل ابسط حاجه اسال جوجل ماب. سالك والله على حته، خلاص سيبيه هو يروح بقى كده، عشان كل بقى يقول لك ايه، دي بتنشط السياحه وانتوا بتهاجموا السياحه. كان في موقف من كام شهر كده، كان برضه عيل هندي معاش هو واحد تاني، كان مش عارف دخل يشتري والله الميه، اشتري الميه. فالبنت بجدعانه قالت له ده ضحك عليك وبتاع، واخدت بقى مثلا كان عايز الفلوس منه، اشتريت له هي الازازه ب 10 جنيه، كان عايز يبيعها له ب 20 جنيه حاجه زي كده او ب 50 جنيه مش فاكر. فالبنت ما شاء الله جدعه وكويسه، ونهت الموضوع في كلمتين بس. هل بقى قالت له تعالى انا بقى افسحك بقى ولا اركبك الجمل والتغاريب والاهرام والكلام دوت ايه يا جدعان؟ فهي دلوقتي الفكره، انا مستغرب من الفكره ديت. هو الشخص دوت بقى متحرش، مش جاي معاه سكه، وده عشان واحد اجنبي او واحد هندي او ياباني او ايا يكن بتاع اللي هم ايه الجيل الجديد بالاخص، دول اللي هم ايه مسحورين بحاجات غريبه كده. خلاص بقى الولا حلو وبتاع، وانا هودي معاه اليوم، وفي الاخر لما قال لها كلمه وحشه او مش عارف شفت شكله؟ مش عارف. لا يا محمد شكله مش عارف.
انا ما ركزتش بصراحه قوي يعني، بس انا شايف شكله مناخيره واخده الشاشه ده اللي انا فاكره. ده هندي مهما كان في الاول هندي. بيعود البقره اصلا في الاخر يعني، تخيل يعني انت بتاكله الاله بتاعه استغفر الله العظيم. او بتاعه المنتج بتاعنا. ده منظر واحد بذمتك يعني، ما هو مش هيبان في التليفون مسؤولين كده ايه اهو ولا ده احنا منه والله. قربوا للناس يا عم. اهو باين. بغض النظر دي خيرة ربنا وكل خيرة حاجه. ربنا، مش هتلاقيها على خيرة ربنا. بس بنتكلم فكره اللي هو لو واحد دلوقتي مثلا من بره اسكندريه وقال لك انا هتايه، هل هتعملي معاه كده؟ مستحيل. دي حقيقه مستحيل. لا ممكن تساعده يا عم، هي بنت اسكندرانيه وجدعه وبنت رسول يا عم بس مش هتفسحك. بس ما تفهمش كده ايه، ما تفهمش يعني مش هتفسحك، مش هتاخده تعالى اوديك القلعه تعالى وفسحك يعني مثلا انت عند ايه هتركب مشروع من هنا، ايه بقى وانا مثلا في السكه تعالى اركب تاكس. لا سيبك من التاكسي يا عم، لو هتروح معايا نفس السكه انا رايح انا هناك واركب معايا نفس المشروع واقول لك الاجره كام عشان مثلا ما يضحكش عليك. شوف ان انت مثلا كمثال مثلا يعني السواقين مش بيضحكوا على حد عادي، بس انا بتكلم كفكره لو هي عندها نيه الخير. مثلا بقى يقول لك ب 10 جنيه او ب 15 جنيه ما ياخدش منك ل 20 جنيه، والله مثلا انت رايح ناحيه القلعه، والله انا كمان رايح هناك مثلا صحابي مستنيني، طب اركب معايا وانا هدفع 15 وانت شوف انت تدفع 15 انت كمان وربنا معاك وانتهت القصه. لكن كده هي يعني سوقت سمعتها وسوقت شوهت سمعه الناس كتير. تمام. واخد عندنا فكره وحشه. برضو مش دوت موضوع حلقتنا اصلا، حكايه اللي هو تشويه السمعه، بس بتكلم كمبدا. هل لو واحد يعني مصري من محافظه ثانيه وقال لك انا تايه هتعملي معايا كده؟ مستحيل 100% مستحيل. الا في حالات بقى لو هو زي ما قلنا بقى ستايل وبقى جاي معاكي سكه وبتاع، بس طبعا عمرك ما هتعملي معايا نفس الفكره تقعدي معايا اليوم كامل. انت او واحده ثانيه، مش بتكلم عن اشخاص لما حد يجي يقول لك انت جايب ست البيت وتطلع ترند، لا انا بتكلم كموقف بس ان الموضوع يعني جم ورا بعض اللي هو انت مصري وشكلك مش جاي معايا فانت متحرش. بقيت متحرش بالظبط، هو اللي صورك وطلعك انت شكلك وحش. تمام. وبقى مش متحرش قضيت مع اليوم كله. في مثالي حد عمل كومنت او عمل فيديو مش فاكر على الموقف بتاع البيت بتاع الاسكندرانيه، قال لك طب افرض لو عكسنا الايه اللي هو لو واحده اجنبيه وانت بقى كشباب هتعملوا ايه بقى؟ هتقضوا معاها اليوم بقى وكده والكلام دوت. والله حسن والله متجوز والله هياخد شباب النهارده حمله مويده بس. والله حسن لو فاضي لو فاضي وقت ولا فاضي جواز؟ ايه؟ لو فاضي وقت ولا فاضي جواز؟ معلش لا يا جماعه لا بهزر والله. لا بس كان في موقف ظهر برضه، كان في بنت شاف كوريه او صينيه هنا في اسكندريه. والله انا شايفك اتفسح مثلا. شافت عيالين، ده موقف حصل، شافت عيالين على البحر مش عارف سالتهم ايه وبتاع، والعيال في مكانهم يرد عليها بكل احترام وكل ادب وضحكتين وبتاع. خلاص يا عم فاهم انت؟ مش قالت له انت اسمك ايه؟ قال لها اسمي كذا، فقالت له ده اسمك بصيني كذا، كلام عادي. مالناش تعالى بقى يلا بينا نروح اوريك اسكندريه واوريك مش عارف ايه اوريك الشلالات والله دي كان منتسب. فهي الفكره كلها، ده مثال حي وده مثال حي. تمام. مش بنفترض بقى اقول لك لو بس انا شخصيا انا كمحمد لا والله بجد لو حصل حاجه زي كده، واحنا كتير شفنا اجانب اصلا في اسكندريه في القلعه وفي الكلام دوت، ولا رحنا حكينا مع حد ولا حد لما جه سالنا وكلمنا على حاجه كنا بنجاوبه على قد ما نقدره. برضه كنت مره انا ومؤمن خلاص ما نجيبش سيره حد. لا مؤمن صاحبي. لا معلش انا وماي فريند التاني كنا في القاهره برضه، وكان في اتنين يابانيين صينيين حاجه زي كده، هم عينيهم مسحوبه دول. انا معايا برضه سالنا على حاجه وبتاع، كان على جو باص او حاجه زي كده، هركب منين واعمل منين في الحته الفلانيه اركب وخلاص. نهي الموضوع في حوار التصوير او مش تصوير، حوار اللي هو انت يعني مش عارف اجيب بالك، مش عارف ادي نصيحه مش عارف الحلقه ما فيهاش نصايح. لا اكيد فيها نصيحه بس اللي هو ايه مش فاكرين دماغنا قفلت. استنوا علينا نشرب كوبايه شاي فوقكم يا اما خلاص. لا اكيد في نصيحه بس استنى فكر معايا بسرعه. لا هو مش نصيحه بس اللي هو ايه يعني ما تعمليش شو او مثلا ما تظلميش حد من مجرد مظهره ده كويس ده وحش ده بتاع الكلام دوت، عشان في ناس كتير قوي بالاخص الجيل دوت. مش هتكلم على الجيل، بتكلم كموقف برضه بيحكموا على المظاهر. تمام. انت جاي تسالني على الساعه ليه؟ انت متحرش، انت ما اعرفش. لو واحد تاني هو بيسال نفس السؤال الساعه كام او اركب مش عارف منين، انت بقيت خلاص جنتل ورسمت بقى في دماغها هنجيبوا محمد واحمد وابراهيم.